السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين الزبادي بطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي افتكاسات. كل بنت اول مرة هتعمل زبادي هقول لها على كل اخطاء الزبادي اللي ممكن تقع فيها. هنا احنا معانا الزبادي. اول حاجة هنجيب اللبن نغليه ونحطه قبلها بيوم في التلاجة للناس اللي ما بتحبش وش اللبن على الزبادي. بص بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده، انا غليه قبلها بيوم وحطاه في التلاجة وسبته بقى زي ما انت شايفة كده. هلم الوش بتاعه كله، هستخدمه في اي حاجة تانية. استخدمه بقى في صينية رز معمر، في مكرونة بشاميل، في اي وصفة تانية. طالما انت مش مستحبة ان انت تاكلي الوش بتاعه استغليه في حاجة تانية. في نفس الوقت انت كده بتوفري وبتدبري لحاجة تانية. هنا هندفي اللبن معانا زي دمعة العين. انا معايا معلقتين لبن بودرة، دي اختياري. دي انا كان عندي حبيت احطه بس مش اكتر، انما هو اختياري، تحطيه ما تحطيش عادي. وهنا علبتين زبادي زي ما انتوا شايفين. كل كيلو لبن ليه علبة زبادي من الصغيرة دي. اهم شيء تجيبيها قبلها بليلة وتحطيها بره التلاجة قبلها بليلة بره، عشان خاطر ما تبقاش ساقعة من التلاجة وتعمليها على اللبن يبقى ساقع. تبقى هي ساقعة واللبن دافي، لا مش النتيجة ما بتبقاش حلوة معاكي. هنا انا فضيت علبتين الزبادي زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم كويس باللبن البودرة. حابة تحطي سكر دي حاجة رغبة ترجعلك براحتك، برضو تحطي سكر عادي. هنا انا هقلبه كويس. لو انت بقى مش هتضربيه بخلاط او بالهاند بلندر، قلبيه كويس جدا ما تخليش فيه اي تكتلات. انما انا هنا هقلبه تقليب عادي كده عادي، واروح ضربه كله. هفضيه على اللبن وهضربه بالهاند بلندر بحيث ان انا اي تكتلات اي حاجة ما يبقاش فيه. انت ممكن تضربيه كويس بمضرب سلك او اي حاجة وما تضربوش كده. بس انا بحب اعمل الخطوة ديت لان الهاند بلندر بيخليه يعني ما فيهوش اي كتل خالص، بيبقى ناعم وكريمي وحلو معاكي. زي ما انت شايفة كده انا بضرب بالهاند بلندر، مش هخلي فيه اي حاجة خالص. وبعد كده بقى هرجع اصبه في الكوبايات معانا زي ما انت شايفة كده. الكوبايات اللي عندك، المقاسات اللي عندك، صبي فيها. بس ما تمليش الكوباية زي ما انت شايفة كده، هي اول كوباية التالت غصب عني وانا نقصتها شوية، بحيث لما تيجي تحركي الصينية مفيش لبن يقع منك في الصينية. هنا زي ما انت شايفة هصب كل اللبن، كل كمية اللبن في الكوبايات زي ما انت شايفة كده. اي كوبايات عندك، اي فخار، اي حاجة، سلاطين، اي حاجة، مش هتفرق. اللبن الزبادي هيمسك معاكي. هنا بقى مية سخنة، يعني بصي مش مغلية ومش باردة، يعني هتخش على غليان كده. اول ما قبل ما تغلي معاكي تروحي طافية عليها وتحطيها في الصينية كده لحد نص الصينية، وتروحي مغطية عليها زي ما انت شايفة كده بفوطة، بحتة دفاية، بأي حاجة. وتسيبيها بقى. هنا انا كنت مصورة المقطع اول ما طلعتها من الصينية وهي فيها المية، بس المقطع ده اتحسب غصب عني. زي ما انت شايفة كده انا حطيتها في التلاجة. انت لو انت الجو ساقعة والجو مش مضمون معاكي، اعمليها من بالليل وسيبيها للصبح زي ما انا عملتها كده. عملتها بالليل والصبح زي ما انت شايفة طلعتها ماسكة ولا فيها يعني مية شرش اللي الناس بتشتكي منه، ولا مخرزة ولا اي حاجة. بصي زي ما انت شايفة كده. اهم شيء تمشي بالخطوات صح، يعني لما يكون اللبن دافي معاكي ما تسخنوش قوي. الزبادي تكون بدرجة حرارة المطبخ معاكي. بص زي ما انت شايفة كده انا بوريكم ما فيهاش وش، يعني فيها وش خفيف وفي نفس الوقت هي ناعمة وحلوة زي ما انت شايفة كده. بصي زي ما انت شايفة جميلة وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات. الناس اللي بتقع في اخطاء كتير بقى في الزبادي معانا دلوقتي، اهم شيء الزبادي يكون بدرجة حرارة المطبخ، هيبقى جميل معاكي. مش تجيبي الزبادي ساقعة وتروحي حطها على اللبن دافي، لا ده بيخلي الزبادي تبقى مزة معاكي، تبقى تيجي فيها حناطة. تاني حاجة ان انت المية ما تغليهاش قوي. المية لما تغلي قوي تحس ان انت حاطة يعني المية سخنة زيادة، زي ما بتعجني عجين بالخميرة كده،
بيفسد الخميرة معاكي. يعني علبة الزبادي دي خميرة للزبادي، لما بتحطي المية سخنة زيادة عن اللازم بتخلي الكوباية معاكي تبقى عاملة زي المشرشة، بتخمر زيادة، ما بتبقاش كويسة معاكي. يعني ما بتبقاش احسن حاجة. احسن حاجة ان انتي قبل الغليان تروحي طافية عليها وحطاها، وتحطي لحد نص الكوباية، وتغطي كويس عليها زي ما انت شايفة كده، وتحطيها في مكان ما فيهوش اي حركة. يعني ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز في ظرفة مطبخ، وتدفي عليها كويس بفوطة او دفاية زي ما انت شفت انا عملتها ازاي، وتسيبيها فترة كويسة. ما تفضليش تلعبي فيها، يعني ما تفضليش كل شوية تجيبي كوباية الزبادي تحركي فيها وتشوفيها مسكت ولا لا. لا، تسيبيها يعني فترة كويسة، أقل حاجة 4 5 ساعات تسيبيها، هتاخد كفايتها في الخمر. هتبقى الزبادي زي ما انت شايفة معاكي وجميلة كده، وطريقتها سهلة وبسيطة. أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.